عندك الرخامة مطوسة، خلاص حسيتي ان انت يعني متضايقة منها وقرفانة. عندك ازاز، عندك الازاز المراية بتاعت الحمام، عندك البوتاجاز ما بيلمعش. هقولك مكون سهل جدا في البيت من غير اي فلوس، ولا تضطري ان انت تشتري المنظفات الغالية قوي اللي بقى سعرها اوفر. بمكون واحد ببلاش في بيتك الرخامة هترجع جديدة لنج كده، والبوتاجاز هيبرق. بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك. نخش على الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندك الرخامة بتاعة المطبخ مطوسة كده، عندك مراية مطوسة، عندك أي إزاز على ترابيزة إزاز، سفرة، أهو البوتاجاز كده. عندي ليكي يعني حل عبقري من البيت، ولا هتتكلفي ولا هتعملي اي حاجه، ولا هتشتري المنظفات اللي هي بتلمع دهيت اللي بالشيء الفلاني وبقت اونطه كلها، ما بقتش تعمل اي حاجه. هقولك مكونات من البيت يعني جميله جدا، وهنجربها مع بعضينا اهو. وحاجه يعني سهله جدا ومش مكلفه خالص. ونجرب وجربي ومش هتخسري اي حاجه. ماشي. عندنا هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا ايه بقى؟ معجون سنان. هتاخدي طبعا الكمية اللي انت عايزاها، بس يعني تجربي في حبة قليلين الأول علشان برضو اهو حاجات من البيت. هنعمل ايه؟ بسم الله. حبة مية كده ونفضل ندوب فيه خالص اهو. نفضل ندوب فيه خالص عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات ولا اي حاجة خالص. تفضلي تقلبي فيه كده. ماشي. عندنا ايه بقى المكون التاني؟ اي صابون سائل عندك نوع نضيف كده حلو، او برسيل جل. لو ما عندكيش اي صابون سائل ولا اي حاجه، كيس برسيل جل اللي هو ب2 جنيه ده ولا حاجة. عندنا يعني ايه فناجين صغننه كده عشان انا مش هعمل كميه كبيره. وعندنا فنجان برضو صغير خل. يبقى معجون سنان معلقه كبيره كده بندوبها في حبه ميه صغيرين. عندنا فنجان صغير برسيل جل او صابون سائل يعني نوع نضيف. عندنا فنجان صغير خل. عندنا حبه ميه. تقدري بقى تحطي في بخاخة يعني بعد ما نخلص الخليط ده اهو بسم الله. حطينا البرسيل الجل وندوب برضو. طبعا هو مش هيبقى بالتقل ده، احنا هنزوده ميه. تقدري بقى تحطي في بخاخة وتبخي، لكن انا رميت كل البخاخات اللي عندي فما. بس اهو. والخل فنجان خل برضو صغير. ونقلب الحاجة وندوبها كويس اهو. يعني التكتلات دي لازم تدوب، لازم كده اهو. نفضل نقلب ونخلط الحاجات كلها، المكونات كلها مع بعض. هروح اخلطهم وارجع لكم. خلطنا هي المكونات كلها، بعد كده هنزودها ميه عشان برضو ما تبقاش تقيله زياده عن اللازم. ما عندكيش بقى، انا جايبه ازازه اهي احط فيها الباقي اللي هيفيد مني، واحتفظ بيه وقت ما انا عايزه. يعني كل ما الاقي الرخامه كده، او عندي المرايه او الازاز او البوتاجاز او اي حاجه مطوسه، المع بيها اهو. عندنا فوطه كده اهوت صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. شايفين؟ افضل المع كده اهو، واسيبها شويه بقى، لا اما بفوطه يا اما بورقه جورنان اه. شايفين؟ هو طبعا هو بيرغي. بعد كده هنجيب برضو فوطه مبلوله كده او ورقه جورنان ونلمع. عندنا هنا برضو البوتاجاز اهو. انا سايباه طبعا، انا قبل ما بشتغل بنضف البوتاجاز طبعا في الاول، فانا سايباه عشان نجرب مع بعض. بس يا جماعه اتجلت خالص. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله بتبرق ازاي.
ممكن بقى نقطة زيت كده اهوت في الاخر، وتلمعي بيها الرخامة بتاعة المطبخ. هنا البوتاجاز اهو، بس بقى عندك عين البوتاجاز اللي هي الكبيرة دهيت مضايقاكي كده ومليانة زيوت وما بتستخدمهاش، انا غلفتها اهو بورق الالومنيوم. البوتاجاز بقى بيلمع زي الفل. الاستانلس لمع، وهنا اهو الرخامه بتلمع وبتبرق وجميله جدا. طبعا الحاجات اللي هي بره، المنظفات بتاعت بره ستريس والحاجات اللي هي دهيت بقت غاليه قوي، والحاجات بقت اوفر. فلو نقدر نوفر في بيتنا ما نوفرش ليه؟ مره على مره هيبقى زي الفل ويرجع جديد لنج. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايكات الكتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.